ده اخر عنصر ويعتبر اكتر عنصر بيجنني لما بنيجي ناحيه المبتدئين اول ما يبداوا يتعاملوا معاه، وهو فتحه العدسه. ليه خصوص المبتدئين؟ لان كلنا حافظين الاسطمبه بتاعت 50 مللي 1.8 وابدا صور يا باشا كل حاجه على 1.8. بتصور فوتو فوتوغرافي بقى، بتصور بورتريه، بتصور لاندسكيب، بتصور ايا كان اللي انت بتصوره 1.8 يا باشا. امال انت جايب اللينس 1.8 ليه؟ لازم نستخدمها. يمسح كل العبط ده من دماغك، ما تمشيش كده. يعني انا عارف انت لو هتروح لمصور افراح مثلا تساله على فتح العدسه ايه، هيفضل يكلمك في قد ايه ان اللينس اللي معاه بتصوره 1.2 مثلا وجايب لينس جامده جدا. بس انت لو رحت لحد مثلا الناس اللي بتصور لاندسكيب هيقول لك يا باشا انا ممكن اصور بكيت لينس عادي. الراجل ده بيطلع لي اف 16 مثلا واف 20 وارقام خياليه. فانت المفروض بقى في الميكر بقى او فوتوجرافر، فانت فاهم اكتر في الموضوع، عارف امتى تستخدم ده وامتى تستخدم ده. لان بجد حتى مش المبتدئين بس هم اللي بيقعوا دوت، ان في ناس بتكون دخلت السينما المصريه عادي جدا وتلاقيهم بيستخدموا فتحه العدسه كانها برضه كاميرا افراح، بيصور كل الشوتات 1.2 مثلا. معاهم لنسات سينما بقى، فالراجل دافع في البادجت فعايز يستخدمها، لكن تخدم الشوت مش هتخدم الشوت. فزي ما فهمت ازاي تستخدم الشاتر سبيد وفهمت ازاي تستخدم الايزو، لازم تبقى فاهم ان فتح العدسه بتغير حاجات كتير، خصوصا انها بتغير في الاضاءه اللي بتدخل الكاميرا، وكمان في البوكه او العزل اللي بيبقى ورا، واغلب الوقت في الشاربنس كمان، عشان انت مع فتحه العدسه بتغير الشاربنس بنسبه كبيره. فانت تبقى فاهم امتى تستخدم دوت عشان يخدم على السين بتاعك. فانت السين بتاعك الاول، بعدها فتحه العدسه.